السلام عليكم مشاهدي الاوفياء، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفه اليوم هي عباره عن كنافه على شكل غريبه، كتكون مقرمشه من برا ومن الداخل معمره بالمشماش معسل والليمون واللوز، كتجي معلكه ورائعه، من احسن المعسلات الرمضانيه اللي ممكن تحضروا. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، ونخليكم دابا تاخذوا المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. في المقادير غادي نحتاجو نص كيلو ديال الكنافه، قشوره الليمون معسلين ممكن تحضروهم، غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو، كاس ديال المشماش المجفف مقطع قطع صغيره تقريبا الوزن 100 غرام، كاس ديال اللوز مقلي او مقلي بالقشره ديالو حتى هو الوزن ديالو 100 غرام، جوج طوبات كبار ديال السكر، واخيرا شويه تاع العسل باش غادي نسقيو الغريبه. اذا في كاسرونه غادي نديرو مشماش وغادي نضيفو عليه كاس عنبه ديال الماء، غنضيفو عليه كذلك السكر، وغادي نديروه يطيب على نار متوسطه هادئه. منين كيبدا كيطيب غادي نضيفو عليه القشور ديال الليمون مقطعين، وكنستمروا في الطهي حتى كينشف من الماء تماما. دابا كيف ما كتشوفوا ما بقاش فيه الماء، غادي نزولو من فوق العافيه وغادي نطحنو. من بعد غادي نهرمش داك اللوز، انا قليته بالقشره ديالو وغادي نطحنو شويه غليظ. كنظن انه واضح باللي ما طحنتوش بزاف. دابا غادي نضيفو على خليط المشماش وغادي نحرك يعني حتى تجمع ليا العجينه كتكون معلكه. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا في الاخير على واحد العجينه اللي كنقدروا نكوروها بيدينا. اذا كانت شويه مازال سخونه تقدر تكون مازال كتلصق، ولكن غير غتبرد غتشد في راسها. كناخذوا الكنافه وتنحلوها، وكنحاولوا اننا ما نقطعوهاش بزاف. الكنافه كتباع عند المحلات المتخصصه في لوازم الحلويات او عند المحلات اللي كيبيعوا الحلويات الشرقيه كذلك. من بعد ما كنحلوها كنضيفوا عليها كاس لاروب ديال الزيت، كنحاول اني ندهنها كامله بالزيت بلا ما نزيد كميه اخرى. في الاخير خاصها تكون بحال هكا مفكوكه وكلها مدهونه بالزيت. دابا غادي ناخذ الطاوه ديال البهله باش غادي نشكل الغريبات، واللي ما عندوش الطاوه ديال البهله ممكن يستعمل القوالب معدنيه اللي متوفرين عنده. المهم فقط هو ان الحجم ديالهم خاص يكون صغير، حيت في هذا القالب فاش غادي ندكو الكنافه وغادي تاخذ الشكل ديالو، لذلك ما خاصهاش تجينا كبيره بزاف، تجينا على قد الحليوات الصغار. دابا غادي ناخذ واحد الكميه من الكنافه وغادي نستفها في الطاوه بهذا الشكل هذا حتى ما يبقاش يبان لي المعدن اللي تحت منها، يعني نغطي ديك الحفره تماما، ولكن ما نعمرهاش بزاف بالكنافه، يبقى واحد الفراغ فين غادي نحط العماره. ثم غادي ناخذ خليط المشماش واللوز اللي صوبنا في الاول، ناخذ منه كويره ونبسطها ونحطها في الوسط. غادي نعاود نسد على الخليط بالكنافه ونحاول نقاد الجناب، ماشي مشكل يبانوا لكم خيوط خارجين، مازال غادي نديروا الفينيسيون. كندك بالكاس باش كنعاونها تاخذ الشكل ديال القالب. دابا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر الطاوه كامله. غادي نقرب لكم الكاميرا مره اخرى باش تشوفوا الجوانب بلي كيكونوا شويه خارجين من الجنب، يعني ما تيكونوش 100% مقادين، ولكن ماشي مشكل، غادي نحيدوهم منين غادي طيب. دابا غادي ندخلها طيب في الفران مسخن على 150 درجه، يكون شاعل من الفوق ومن التحت حتى تولي ذهبيه. دابا من بعد ما طابت وخرجناها من الفران غادي نديروا لها الفينيسيون ونحيدو الجوانب اللي ما مقادينش، ونخفوا يدينا حيت مازال خاصنا نسقيوها وهي سخونه.
ثم غادي نقلبوها على الوجه اللي طابت عليه وغادي نسقيوها بالعسل، خاصو يكون بارد. وبلا ما تكثروا العسل باش ما تجيكمش حلوه بزاف، يعني معلقه صغيره فوق كل حلوه كافيه. وكلمسه اخيره كنزينها بداكشي اللي تبقى ليا من المشماش معسل وقشور الليمون، وكنحطها في قويعطات. وهذا هو الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا حلوه سهله جدا ولذيذه في نفس الوقت. كنتمنى انكم تجربوها صراحه. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم. اللي عنده سؤال تخليه ليا ان شاء الله غادي نجاوبها عليه، وبالصحه والراحه.